بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحلقات اللي انا عارف ان في ناس هتدخل تقول لي انت ما بتشبعش شتيمة، انت ما عندكش دم، مين قالك ان انت اعلامي؟ مش عارف، اي حد عامل صفحة على الفيسبوك ويقول على نفسه اعلامي. شوف لك شغلانة تانية احسن من اللي انت فيه ده، وكلام فاضي كله. انا بشوفه وبضحك بصراحة، لان هم ما عندهمش الفكر اللي يقدر يخليه يتناقشوا معايا في اي موضوع في الكوره، ايا كان هو مين. ما عندوش الفكر ده، غير ان انا بشوف هو فعلا عنده فكر في الكوره انا برد عليه. انما الاشكال دي فاكره ان تعليقاتهم لها اهميه عندي، وده مش كبر ولا حاجه. انا بقدم محتوى خاص بالرياضه، وخاص بناس بتفهم في الرياضه، ناس بتتابع الرياضه، عارفه الاحداث الرياضيه اللي بتدور عامله ازاي. مش بيتفرجوا على الماتش والاهلي فاز او الزمالك فاز او الاهلي خد بطوله والاهلي ما خدش بطوله. انا بستهدف الجمهور الفاهم كوره، مشجعين الكوره اللي هم بتوع التلفزيون بتوع الماتشات دول، لان هم بيستخدموهم في تدمير الرياضه في مصر. وانا هنا دوري اصلاح او تطوير الرياضه في مصر. الرياضه في مصر علشان تتطور وعلشان خاطر تنافس كل الرياضات في العالم لازم يكون فيه أمانة وفي شفافية. الظلم منتشر في الرياضة المصرية، وده سبب تدهور الرياضة المصرية. علشان كده احنا بنقول الأهلي بيظلم نادي الزمالك، النادي الأهلي بيسرق نادي الزمالك، النادي الأهلي سبب تدهور الرياضة المصرية. ليه؟ لأن النادي الأهلي قبل كده انسحب من مباراة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، واعتقد اكتر من 10 مباريات عبر تاريخه وما اتجازش ابدا. فالنادي الاهلي يعمل اللي هو عايزه ويبوظ موسم كامل خاص بالكرة المصرية. الدوري المصري بعد كده عادي بالنسبة له ومفيش اي مشكلة خالص، هيتخصم الثلاث نقط وشكرا، واخد الدوري في الاخر. بيظلم نادي بيراميدز. قبل كده ما كانش فيه لعيبه في النادي الاهلي، فدور على الفرقه اللي واخده دوري ابطال افريقيا واخده الدوري واخده الكاس، وافضل فرقه في افريقيا في الوقت ده كانت مين؟ الاسماعيلي. فين الاسماعيلي؟ الاهلي سرق الاسماعيلي فدمر الرياضه في مصر. كل تاريخ النادي الاهلي هو تدمير الكره المصريه. لو عايزين يكون فيه منافسة في الرياضة المصرية، ادوا العدالة للأهلي وللزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وكل الأندية المشاركة في الدوري، واحنا نشوف تطوير للرياضة فعلا على أرض الواقع. مفيش حكم ينحاز لنادي على حساب النادي التاني، مفيش مباريات تتأجل لنادي ونادي تاني. لا، هو احيانا لما الموضوع انتشر واتفضح وبقى في انديه مشاركه في بطولات افريقيه، بدأ اللعب من تحت الترابيزه، اللي هو ماشي ماشي انت مباراه وهو مباراه، بس ما تدوشوناش كتير. اللي بيتأجل له معروف، عايزين الكل يا اما يتأجل له يا اما ما يتأجلوش. بالنسبة لمعلقين المباريات في حاجات كتير، بس خلينا في لب موضوع حلقة النهاردة: الأهلي وعلاقته بتدمير الرياضة المصرية. الإعلام بتاع النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي مرسخة في جمهورهم ان النادي الاهلي بريء عن اي حاجه بتحصل في نادي الزمالك، وكل اللي بيحصل في نادي الزمالك ايقاف قيد، تطفيش لعيبه، مدير فنيين، القضايا، اي مشكله في نادي الزمالك من ابناء نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وعقليه نادي الزمالك، علشان خاطر يوهموا جمهورهم ويوهموا نادي الزمالك ان هم السبب. بس الحقيقه النادي الاهلي هو السبب. النادي الاهلي اللي كان له ايادي خفيه في سحب ارض 6 اكتوبر من نادي الزمالك في الموسم اللي الزمالك